إني اعتصمت بحبل شرع محمد وعضدته بنواجذ الأسنان. أشعرتم يا أشعرية أنني طوفان بحر أيما طوفان. أنا همكم أنا غمكم أنا سقمكم أنا سمكم في السر والإعلان. أذهبتم نور القرآن وحسنه من كل قلب واله لهفان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. بالنسبة لموضوع نزار أنا أرى أن نبدأ فيه الكلمة من الأول، رجاء أن تسجل هذه الكلمة وتنشر لكي لا نحتاج إلى إثارة هذا الموضوع من جديد. ما يتعلق بدعوة نزار، أولا دعوته كما أسلفنا ينقصها التبيين والتوضيح، فيقوم في دعوة التوحيد على الإجمال، وهذا الإجمال كما أسلفنا لا يصلح في هدم عقائد أناس بنوا هذه العقائد على شبهات وعلى أباطيل، فهذه الشبهات تحتاج إلى رد، وهذه الأباطيل تحتاج إلى بيان وكشف. ودعوة نزار هاشم مخالفة لقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الشيخ ابن عثيمين في تفسير الآية دي رحمه الله تعالى قال ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكتمونه بعد ما قال لتبيننه للناس، قال لأن من البيان ما يكون معه نوع كتمان. في زول بيقول لك أنا بشرح وببين، لكن بيكون في كتمان برضو للحق. عشان كده الآن بتلقى في دعوة هذا المدعو نزار هاشم يكتفي بشرح المسائل العامة وطرح بعض الأدلة في التوحيد، وكلام لا يشفي صاحب الشبهات ولا يرد على صاحب المنكرات. ويقول لك الآن أنا بدعو إلى التوحيد وأنا بدرس كتب التوحيد كويس، والبلد دي بلد مليئة بالشرك، والشرك ده منتشر في القنوات الرسمية وفي الإذاعات ومنتشر في الكتب وعلى ألسنة العامة من الناس. البلد مليئة، وأئمة المساجد في الغالب إلا من رحم الله بيدعو للشرك بتاع المتصوفة. ونزار تخلو دعوة تماما من محاضرة واحدة بس في بيان عقائد المتصوفة والرد عليها، أو الرد على الشبهات في موضوع التوسل، أو موضوع الاستواء، أو موضوع التبرك، أو موضوع الزيارة الشركية للقبور، أو موضوع التعلق بالمشايخ، أو موضوع البدع، أو موضوع النوبات. تماما تخلو دعوة من مناقشة هذه العقائد الفاسدة. فكيف يقال هذا هو رافع راية السلف في السودان؟ أنا بكرر العبارة دي عشان الناس تقع عليها في أذهانها. تمام؟ كيف يقال رافع راية السلفية في بلد زي السودان المفترض الداعية فيه يشغل نفسه ليلة نهار، كما قال نوح عليه السلام إني دعوت قومي ليلا ونهارا. مفترض يشتغل ليل نهار يدعو للتوحيد ويرد على العقائد المنحرفة اللي عند الناس. لأنه يا أخواننا الآن الزول المحتك بالواقع والبناقش الصوفية عشان يخرجوا من الضلال اللي هم فيه، انت بتتيقن تماما انه لا يمكن
تزحزح عقيدة الصوفي وتقنع بدعوة التوحيد إلا بمناقشة العقائد اللي عنده والرد على الشبهات. فما ممكن الليلة زول يجي يقرأ كتاب الأصول الثلاثة قراءة وهو كتاب من كتب التوحيد وافترى علينا نزار قال نحن بنعتبر تعليم الأصول الثلاثة وتعليم الناس كتاب التوحيد، قال نحن بنعتبره ده من الدعوة للتوحيد. ده كذب. لكن كيف انت بتعلم الناس الأصول الثلاثة وكيف بتشرح كتاب التوحيد؟ انت بتشرحه كيف؟ انت بتبين كيف؟ طيب يجي زول يقرأ كتاب التوحيد كذا وهذا الحديث وفيه مسائل كذا كذا، لكن انت بترد على عقائد الناس دي ولا ما بترد؟ واحد ممكن يقول لك تقول لك التوحيد ينقسم الى 3 أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. تمام، الأدلة عليها تسود الأدلة عليها، والتوحيد واجب والشرك محرم، وأعظم ذنب الشرك، وأول واجب التوحيد. اتفق معك في الكلام ده كله كويس، لكن لسه العقائد بتاعت الصوفية قاعدة عندي. نزار ما بتخطى لك المرحلة دي. يعني في مرحلة تانية، انت أول ما تكلمت شرحت التوحيد وبينته، ده بيصلح لإنسان زي ما قلنا قبل شوية يا إخواننا، بيصلح لزول جاهز وجاي طالب علم وراغب في الدعوة السلفية ومتطلع لمعرفة المنهج السلفي وترك التصوف والشرك وراو وأقبل على دعوة التوحيد. هذا ممكن تدرسه الكتب دي ويستفيد ويتعلم. لكن إنسان مليء بالعقائد الخربة، مليء بالعقائد ومليء بالشبهات، هل أنت كداعي للتوحيد تكتفي تقول أنا الزول ده شرحت له الأصول الثلاثة، الأصل الأول، الأصل الثاني، الأصل الثالث، شرحت له من الكتاب؟ ده ما بيكفي في دعوة التوحيد. لا بد تناقش العقائد بتاعته، لا بد تفند الشبهات اللي عندهم، لأنه زول متفق معاك إنه دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك، اتفق معك. هذه الآية واضحة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، اتفق معك. لكن عنده بدعو شيخ الكباشي. ليه بدعوه؟ بيعتبر ده توسل، وعنده حديث عليه قائد الحديث، حديث باطل لكن عنده حديث بيعتبره حديث صحيح وبيعمل به. إذا فلتت دابة أحدكم بأرض فلات فليقل يا عباد الله احبسوا. طيب انت لما تيجي تقول لي انا بأصل المنهج وبدعو له، والرد على الصوفية ده بعتبره مصادمات زي ما بقول نزار، يعتبروا مصادمات. طيب الصوفي ده تقنعه كيف انه العقيدة اللي هو فيها دي باطلة؟ تقنعه كيف؟ ما حيقتنع عليك. بل في ناس بتمشي معاهم مراحل، تيجي تقول له يا اخي عشان تصل معاه لقاعدة او لأصل من الأصول المهمة الا وهو الكفر بالطاغوت. ولا ما في الكفر بالطاغوت في الدين؟ فيه ولا ما في؟ ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب الآن من خلال دعوة نزار هاشم كيف أعرف الكفر بالطاغوت؟ والطاغوت ده شنو؟ وفي السودان ده عندنا، أنا بتكلم عن واقع في السودان ده، الطاغوت ده شنو؟ ووينه الطاغوت؟ وأنا لو سلمنا أو فرضنا فرضا أنا ذو الصوفي داير أعرف الطواغيت منه وأنا أكفر بهم كيف؟ يا أخي ما ممكن تخلو دعوة نزار هاشم تماما من ذكر واحد من رؤوس المتصوفة اللي بيعتقدوا فيهم الناس، تخلو تماما ودار الناس يكفروا بالطاغوت. طيب يكفروا به كيف؟ بس وروني ويعرفوا كيف إنه ده طاغوت. ما ممكن. هذه دعوة كما قيل عنها دعوة كسيحة، لأنه دعوة قائمة على الترويج لشخص نزار، وانا حاجة اكد لك عن الموضوع ده في نقاط ثانية. لكن الدعوة السلفية وراية السلف الحقيقية تقوم على الأصول دي جميعا، ومنها أصل بيان الطواغيت. محمد بن عبد الوهاب تكلم عنها في كتب عديل الطواغيت، بل في دعوة الرسل واضحة. إلياس عليه السلام ربنا قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعل ده اللي بيعبدوهم. طيب إلياس عليه السلام
ليه قال لهم بعل؟ ما كان يكتفي بكلام عام حسب رؤية نزار هاشم، يديهم كلام عام يقول لهم انتوا بتنادوا غير الله وتخلوا الله. ليه جاب بعل؟ لأنه بيعتقدوا فيه. ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، لاحظ بأسمائهم، ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ربنا قال وقد أضلوا كثيرا. ليه جاب أسمائهم؟ لأنه عقيدة النازل مرتبطة بهؤلاء وإن كانوا صالحين. فلاحظت هذه الدعوة اللي بيقول لك أنا الكلام في الصوفية ودي مصادمات، والمصادمات دي قال ليس من الدعوة. فأنا غايت من النقطة دي تبين لي إنه هذه الدعوة التي يدعيها نزار هاشم لا يمكن أن تخرج صوفي واحد من التصوف، ما بخلو. لأنه أنت قل له أنت يا نزار ما أقنعتني، أنا لو فرضنا أنا صوفي ما أقنعتني بفساد ما أنا عليه من العقيدة، إنما أنت طرحت ما عندك بس. ده طرح، بيطرح دعوة السلف كذا والتوحيد كذا وأدلة كذا وكذا، هذا طرح إلى المنهج السلفي. لكن الطرح إلى المنهج السلفي يجب أن يسبق، مش يكون يسبق بيان لفساد آلهة المشركين. ده أول، لأنه ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت أول حاجة، بعدين ويؤمن بالله. الكفر بالطاغوت أول، لابد أنت تبين له أنه ده طاغوت وتبين له كيف يكفر بهذا الطاغوت. عشان كده الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال من طريقة القرآن في الدعوة إلى الله بيان أو تسفيه، بالعبارة بتاعته تسفيه آلهة المشركين. دي وين عند نزار هاشم؟ في ولا ما في؟ دي ما في. يعتبرها من المصادمات التي لا تجوز، ويعتبر نفسه من الورع إنه ما يتكلم في مثل هذه الأشياء. ودي يا إخواننا دعوة باطلة. أكلمك النصيحة، لا بد من بيان أو تسفيه آلهة المشركين. تسفيه هذا كيف؟ ننبذها يعني نبذ، ذلك بسموها نبذ، ما نبذ. تسفيه آلهة المشركين أي أن تبين أن هذه لا تصلح أن تكون آلهة. وده القرآن كده. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. القرآن يبين فساد ما عليه هذه الآلهة التي تعبد. لا بد تبين للناس اللي عندهم عقيدة في البرعي، تقول لهم ماذا خلق البرعي، وهل يرزق وهل يحيي وهل يميت. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الروم يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. يعني ما اكتفى بأنه يبين أنه ربنا سبحانه وتعالى بيخلق وبيرزق وبيحيي وبيميت، لا، تكلم في الآلهة بتاعته، قال لهم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. لذلك دعوة نزار اللي بتكتفي بالطرح فقط لدعوة باطلة. ولا بد في مناقشة التصوف والرد على المشركين من بيان فساد ما عليه هذه الآلهة. يا أخي القرآن ده لا في آية واحدة لا آيتين، لا واحدة لا اثنين. ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، شبههم، وأمثال كثيرة جدا. وغالب الأمثال في القرآن تتعلق بالتوحيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. يضرب لك مثل بعبد مملوك ما يقدر على شيء، وبآخر واحد لواحد. يضرب لك الأمثال، تجي بطريقة الأمثال، تجي بطريقة الرد المباشر، كل ده
في القرآن عشان يبين فساد آلهة المشركين. نزار هاشم يقول لك دي مصادمات وأنا ما أقدر أدخل فيها. دي أخطر نقطة أنا عندي أعرفها في دعوة فساد دعوة هذا المدعو نزار هاشم. الأولى. اثنين، نزار هاشم لا يجعل الدعوة إلى التوحيد الأساس الأول، لا سيما في بلد كالسودان، ودي ما أقدر أستطرد فيها كثير، انتوا جمعوا فيها المعلومات السابقة. بلد زي السودان ما يكون الأساس الدعوة للتوحيد، الأساس مناقشة قضايا، وأنا حسب نظرتي والله أعلم عبارة عن تصفيات لحسابات خاصة بنزار. تركيزه في الدعوة الحزبية وضرب الجمعيات وضرب أنصار السنة والكلام في مشايخ الجمعيات، هذه يعتبرها تصفية لحسابات خاصة ركز عليها نزار، لكن ما نظر إلى واقع الدعوة وإلى الناس في المجتمع الحوالينه الغارقين في الشرك وفي الضلالة مع اللون، إنما نظر لحساباته الخاصة. دي مسألة ثانية. مسألة ثالثة، نزار هاشم هذا يدعو إلى نفسه أكثر من أن يدعو إلى الله، وبيان الأمر ده بوجهين. الوجه الأول، تظهر دعوة نزار إلى نفسه في أنه يرد ويتكلم، بل ويستخدم العبارات الشديدة التي يأباها مع المتصوفة أعداء التوحيد. يرفض العبارات. لاحظ، مع المتصوفة أعداء التوحيد ما يستخدم عبارات زي دي، بل يتلطف ويلين في العبارة ولا يذكر أسماء ويتلطف معهم غاية التلطف، لكن يستخدم أشد العبارات وأنكى الألفاظ ويشن حملات عارمة على من يتكلم فيه هو ويطعن فيه هو. الآن راجع موقع تلقى الردود بالأسماء بالاسم على الناس اللي يتكلموا فيه بس. رد واحد على البرع ما في، أكبر ناشر للشرك في السودان بغير منافس، اسم البرعي في موقعه كله ما في نهائي. رد واحد على محاضرة واحدة في البرعي ما في، محاضرة واحدة في التصوف عديل بأسماء ما في، لكن تخش جوا تلقى الرد على مزمل الفقيري باسمه، بل ويصف مزمل الفقيري والإخوة المعاو يقول هؤلاء سفهاء. طيب سفهاء دي لو قلتها للصوفية كانت قربت الفرق البيناتنا وكانت حلت لنا جزء كبير من المشكلة. بس قولها للصوفية سفهاء دي، بس ما مش اللي قلتها لنا نحن ما دينا تدي الصوفية أكتر منا، أدينا زي القالب اللي اديتنا من احنا أدي منه الصوفية. ده مما يدل على إنه نزار هذا يغضب لنفسه ويستخدم العبارات الشديدة في من تكلم فيه هو، ويسأر لنفسه وما يسأر لمنهج السلف ولا لدين الله ولا للتوحيد. اللي الصوفية طعنوا في أصل التوحيد، بل خالفوا التوحيد صراحة ولا يتكلم فيهم ولا يسألون، ويرى الكلام فيهم ده من المصادمات الممنوعة ومن التهور. شفت الفساد اللي وصل له هذا الرجل؟ طيب، نقطة ثانية تبين أن نزار هاشم إنما يدعو إلى نفسه ويرفع في مقامه. نزار يحرص على تزكية وذكر الشيخ ربيع كثيرا حفظه الله تعالى. الشيخ ربيع إمام وعلم لا يشق له غبار ومعروف شيخ ربيع، ولا يحتاج إلى تزكية من أمثالنا أصلا. لكن يبقى السؤال، لماذا التركيز على الشيخ ربيع مع أنه في أئمة
وأعلام غير الشيخ ربيع في مقامه، أو قد يكونوا أرفع وهم مشايخ للشيخ ربيع كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني، أئمة الكبار. نزار ما بتلقى بدون الناس عليهم كثير زي الشيخ ربيع، إنما ينصب العداء والحملة الشعواء وعنده غلو شديد في الشيخ ربيع. ليه؟ يدل الناس على الشيخ ربيع لأنه الشيخ ربيع بيزكيه، فهو بيدلك على الشيخ ربيع عشان تمشي تسأل الشيخ ربيع يقول لك تعال راجع نزار هاشم. إذا في النهاية هو دايرة تمشي بهناك وتجي راجع له وتعالى. فهمتوا؟ دايرة تمشي هناك وتجي وراجعة تاني. فهو داير يدور الناس دي كلها حول المحور بتاعه. نقطة رابعة أو قد تكون أخيرة، دعوة نزار هذه مع ما فيها من العجر والبجر، ومع ما فيها من المآخذ الكثيرة، هذه الدعوة نفسها غير موجودة، لا وجود لها. يعني الآن لو قلنا هذه الدعوة بتاعت نزار هاشم، مع إنه هو يعتبر أي دعوة خلاف دعوته هو دعوة مرفوضة وما يسمع لزول إلا هو في السودان، ما تسمع لزول إلا هو بس. كويس، لو قلنا يسكت الجميع في السودان، بلدنا المليان شرك ده، نسكت كلنا، سلف يتكلم ما في، لأن نزار هاشم قال ما في زول يتكلم إلا عالم أو طالب علم زكول علماء. هذه فتواه موجودة في موقعه. كويس، منو العالم يا نزار في السودان؟ العالم هو. طيب منو طالب العلم اللي زكول علماء؟ ما في. أسألوه قلت له زكيت زول؟ ما زكى، احنا ما سمعنا بزكى زول حد الآن. إذن حاصل ضرب المعادلة دي كلها تطلع بنتيجة إنه لا يتكلم في السودان إلا نزار. لو رضينا بهذا، لو رضينا إنه لا يتكلم في السودان إلا نزار، طيب وين كلام نزار؟ لا وجود له. هذه الدعوة كما قيل عند العرب قديما، هذا حشفا وسوء أكيلة. هي سيئة الدعوة وبسوء هذا ما في. يعني لو كانت موجودة دعوة نزار هاشم كان يكون الأمر أخف وأهون. لا وجود لدعوة نزار، لا نشاط له، يحكر النشاط في نفسه. دعوة التوحيد لو قلنا بدعوته دي هي سليمة وبتنقذ الناس، طيب يحكرها في نفسه، وهو نفسه مقيد مش بمسجده، ومسجداته ما بيقدر يتكلم فيه، مقيد جنب بيته، ولا بيته جوا جنب الباب بتاع بيته، بيكون واقف الشباب حوالينه، بيكون مادين له التليفون كده جنب خشمه انه يتكلم لهم، يسجلوا كلمات في التليفون كده. يا اخواننا معقول شعب قريب 40 مليون يكونوا راجين التليفون اللي بيمدوا له نزار جنب خشمه؟ يا اخواننا هل ممكن تكون دراية السلف بتليفون بيسجلوا الكلام جنب بيتكم والركشة ماشى؟ ممكن يا اخواننا. انا والله ما داير اقول كلام بتاع حتر زي ما بسموه الناس، ولا داير ابالغ، دي حقيقة، ولا عنده غير كده يورينا. الان هل نزار هاشم عنده نشاط في المساجد؟ لا في مسجد. في المساجد فيه ولا اي مسجد. طيب هو عنده مسجد بينشر من خلاله التوحيد؟ ما عنده. مسجد ذاته هو بيقول انه مقيد في المسجد، ما يقدر يتكلم في التوحيد. الكلام بتاعه ده مو حقنا، هو كلامه ده انا ممكن اقوله في زريبة البراي، مش كلامه هو اللي بيقوله ده، والله اقوله في زريبة البراي. وزول يسالني ما مش يتكلم عن التوحيد بصورة عامة، وعن أدلة التوحيد وفضائل التوحيد وما يحقق وما يكفر من الذنوب وكذا، تقول له يزرب البراي ما في تلبس ألك. كويس، بيده لا يوجد إلا في مسجده، وفي مسجده مقيد. إذن يا أخواننا إذا قيل لك إن راية السلف
دعوة السلف القائمة على مجادلة المشركين ومناقشة أهل البدع والانتشار في الدعوة، وإن الإنسان ربنا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الدعوة القوية التي ملأت الدنيا ضياء تكون محصورة في شخص واحد. ركز معي، في شخص واحد، والشخص ده ليس عنده من تقديم الدعوة إلا كليمات جنب باب داره يسجلها بالتلفون بعض طلابه، وهذه الكلمات ليتها لو كانت في نقد الشرك ومسالك الصوفية. هذه الكلمات في تصفية حسابات مع ناس معينة. لو ما كان في السودان إلا نزار هاشم بتصوره للدعوة بالصورة دي، هل ممكن انتوا كان بتعرفوا الدعوة السلفية؟ خلوكم من الناس البعيدين، بس اللي قدامي دي ممكن تعرفوا الدعوة السلفية؟ ممكن تعرفوا الرد على شبهات محمد المنتصر؟ محمد المنتصر الصوفي الضال صاحب شبهات فيها دقة وفيها كذب وفيها تحتاج إلى علم حديث، تحتاج إلى معرفة باللغة العربية، تحتاج إلى معرفة بكتب الصوفية، تحتاج إلى معرفة بكتب السلف وما فيها من المسائل. يا أخي الآن منو يقدر يمشي يواجه زول زي ده بيجي بيقول لك كتاب الطحاوية، كتاب العقيدة الطحاوية طعن فيه في نسبته أو في شرحه لابن أبي العز الحنفي، طعن فيه الإمام أحمد شاكر المصري. كده تعرض دليل على دي من خلال موقع راية السلف لنزار هاشم. ده يرد على الشبهة دي، في شفتش طلع لي رد على الشبهة دي. الشبهة دي بضلل بها ناس محمد المنتصر وطلع بها ناس، بل مش أقول لك من الدعوة السلفية، قد يكون طلعهم من الإسلام تماما، لأنه بقول لهم يجوز دعاء غير الله ويجوز أن تذبح لغير الله، والشيوخ يحيون الموتى، يحيوا الموتى ويعملوا ده كله، ويقول لهم هذا الكلام قاله ابن عابدين في الحاشية، وقاله السيوطي في كذا، وقاله ابن الماجشون، وقاله من؟ الشبهات دي منو اللي بيرد عليها؟ منو؟ الشبهات دي في التلفزيون القومي، في القنوات الرسمية، في الجرائد، في الإذاعات. هل يا أخواننا هذه الدعوة دعوة نزار هاشم تستطيع أن تقف أمام هؤلاء؟ تقدر تواجه حامد الصوفي اللي بيجي يقول ابن تيمية قال الله بعد ما خلق السماوات والأرض استلقى على ظهره وخلف رجل على الأخرى والعياذ بالله، ويجيب لك الكتاب يرفعه كده، الكتاب هذا يرفعه، والعوام السذج قاعدين قدامه بالمئات من البشر فعلهم الكتاب كده. يا اخواننا بالعقل بالفهم البسيط للمنهج السلفي، هل ده مد صوفي زي ده انا بواجهه بانه اقعد في بيتنا ويجوني شباب بتسجيل في موبايل صغيروني وديهم كلمتين ثلاثة في الحزبية وفي فلان الفلاني ودعوة أبو زيد ودعوة مين، اديهم كليمات صغيرة زي دي احارب بها مد زي ده، واجي اطلع فتاوى للشباب اقول لهم ما تمشوا تشتغلوا، شغل في الجامعات حرام، في الاسواق حرام، في الطرقات حرام، في الساحات العامة حرام، ما تتكلموا، ولو ما انا زكيتكم واحد منكم يتكلم ما في. والشباب ديل منهم ناس بيجوا الخرطوم هنا العاصمة عشان يمشوا بلدهم هناك، يمشوا بلدهم واهلهم غارقين في الشرك وماتهم بحلفا بالشيوخ والوداعية بتجي جوا البيت والبلد مليانة شرك ثقيل. الشباب ديل بيمشوا اهلهم يمشوا بفتوى نزار هاشم انه لا يجوز لهم يتكلموا وينصحوا حتى يزكيهم العلماء. انا اهلي يموتوا على الشرك ويموتوا على الضلالة ويموتوا على البدع، وانا انتظر في التزكية من قبل نزار هاشم، ما جات التزكية لسه. امي تموت على الشرك وحبوبتي تموت على الشرك واهلي وقريتنا كلها، وانا حفظت كتاب التوحيد وضبطت مسائله وحفظت الأصول الثلاثة وتعلمت من التوحيد. يا أخي افرض ما تعلمت ده ذاته
أنا تعلمت آية واحدة، الآية 5 من سورة الأحقاف، تعلمتها كويس وعرفت أرد على شبهاتهم، ما أمشي هناك أكلم أهلي إن نزار هاشم ما تتكلم. قال لأن النصيحة وظيفة عظيمة لا يقوم بها إلا العلماء وطالب العلم الذي ترعرع وزكاه العلماء. هذه ما خيانة؟ إذا لم تكن هذه خيانة للتوحيد فلا أعلم خيانة أصلا. ويا ريته لو قال كلمة عابرة معليش كان الزول يقول زلة لسان وكبوة، لكن يربي على الشباب. الواحد من الشباب تلقاه نشيط في الدعوة وبلغ التوحيد، أول ما يمشي جالس نزار أسبوع أسبوعين يجي يقتل حيله ويقعد. هذا لا يجوز. يقول لك واحد عمل نصيحة في مسجد وتكلم في التوحيد كلام قوي، لما الشباب ذكروا له المسألة دي وقال له شيخك نزار بيقول إنه الشباب ما يتكلموا ولا ينصحوا، قال أنا أتوب إلى الله عز وجل. تتوب من نصيحة قدمتها في التوحيد ولا تتوب من مباراة نزار هاشم؟ تتوب من ياتا يا إخواننا. منهج التزكيات، ونحن يا إخواننا ما عندنا مشكلة مع التزكيات. التزكية الإنسان الذي زكاه أهل العلم هذه فيها زيادة طمأنينة على ما عنده من العلم وعلى ما عنده من المعرفة بالمنهج، هذه ما فيها إشكال. لكن لا تكون التزكية حجر مانع، حجر عثرة قدام الناس يمنع من الدعوة. ما ممكن. إنسان متى ما كان عنده علم وعنده معرفة ويتكلم بعلم وبأدلة من الكتاب والسنة ما في إشكال يدعو. الهدهد الزكاة من الهدهد ده دعا ولا ما دعا؟ كويس. ربنا ذكر في القرآن ألا يسجدوا قال لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كلام الهدهد كلام قوي في التوحيد، ربنا سجله في القرآن. نقول الهدهد ده نفتش له تزكية ولا كيف؟ ولا نقول شغله ده باطل لما نجيب تزكية حتى نسمع كلامه ده ولا كيف يا اخواننا؟ عموما هذه الدعوة التي يقوم بها نزار هاشم والله لا تشفي غليلا ولا لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ما بتقدم حاجة بجد. لو الشباب مشوا بارو الموضوع ده كله بوظ. وأنا أرجو إنه ربنا سبحانه وتعالى هو العلي الكبير إنه يكشف للمشايخ العلماء حال الرجل ده. أنا أسأل الله عز وجل لأنه ليس لنزار قدم سبق في الدعوة إطلاقا شان يجعل له صيت بين الناس، وما ناله نزار من الترويج كان بسبب بعض الفتاوى والتزكيات التي وردت إليه من العلماء، ما عنده غير كده. ولولا ما عنده من الأوراق المعلقة لما طرق بابه طالب علم واحد، زول كان بيمشي لما في. لكن بعض العلماء الذين أحسنوا الظن فيه وظنوا إنه نزار هذا مدام ما بيدعو لحزبية من الحزبيات بتاعت الجماعة ديلك وما بيدعو للجمعيات دي وكذا، هذا الزول رافع راية السلف والزول ده فعل وفعل، والعلماء زكوه على هذا الباب. فأنا أسأل الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى بينصر دعوته وبيرفع دينه. أسأل الله عز وجل يبين للمشايخ حال الزول ده، لأنه حاولنا كثير الاتصال ببعض أهل العلم وبيان حال نزار ده اليوم، لكن بتجد في عقبات في الطريق أحيانا، وفي ناس ما بيخلوك أو بيحولوا بينك وبين المشايخ. على كل حال أنا بالنسبة لي الأمر بتاع الزول ده واضح، وما بيننا وبينه أي تحاسد في دنيا، وبحمد الله نحن لسنا كحاله، ما بنطعن في الزول اللي بيطعن فينا. والله الزول لو تكلم فينا في شخصنا ونعرف إنه عنده دعوة وعنده استقامة وعنده غير على التوحيد وعنده نشر للسنة، والله نزكيه ولو طعن فينا،
ما بيهمنا كثير، لانه ما بضرنا احنا كاشخاص، ما بضرنا بشيء. يعني يا زول ده لو قال انا بس مشكلتي شخصيه مع الناس دي وينطلق في الدعوه دي، هسه نزار ده ذاته بس ينطلق في الدعوه ويشتغل في المساجد ويبلغ التوحيد ويحرك شبابه اللي معاهم، حبه الاولاد اللي معاه ديل يحركهم ويقول لهم تشتغلوا وانشروا العلم وانشروا الدعوه وردوا على الصوفيه وردوا على الاخوان المسلمين. لو تحرك في الدعوه ونشط والله خليه يطعن فينا، والله الذي لا اله غيره الذي يسمعني من فوق 7 سماوات، انا اول زول ازكيه واول زول ادل الناس عليه، لانه اطلاقا يا اخي انا ما بعادي الزول اللي بيعاديني، انما انا اعادي من خالف الشرع. الزول خالف الشرع انا بعاديه، لكن ما مشكلتي مع زول انه يتكلم فينا. يا اخي محمد مصطفى ده قبل فتره قبل ما يجيب اللخبطه بتاعته دي كويس، لما كلمنا قال انا حارد عليكم، محاضرته لما اعلنها في ناس كتار ما كانوا عارفين، انا عارفها قبل حوالي 15 يوم 15 يوم انه عارف انه محمد مصطفى حيرد علي انا براي، كان مزمن ولا كان معي بس انا براي، لكن المعلومه اللي كانت عندي انه حيرد علي انا في شخصي كده بس كويس، وكنت بظن انه حيعالج الجريمه بتاعته في حق الصحابه، حيجي ويأصل للموضوع ده في حق الصحابه انه الكلام اللي قالوا ده باطل والحق كذا 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 على منهج السلف، لكن حيتكلم فينا انا. والله لا قلت لزول انه زول ده مش يتكلم فيني اطلاقا، وانا عارف من بدري جدا، ولا ذكرت الموضوع ده ولا جبت سيرته لزول اصلا، بل ولا هميت في نفسي انه انا حارد على الشيخ ده ولا انصب عليه ولا عدا، والله ما هميت في نفسي، لانه في النهايه لو اتكلم فينا انا موضوع الصحابه كان كويس ما في مشكله. المشكله وين؟ الشيء في شخصنا ده بيتعالج، ما دي امور شخصيه، ممكن امشي اقعد معاه نتونس ونمرق برا نقعد مع بعض ناكل لنا حاجه ظريفه نتونس يومين 3 بترجع، صح؟ الامور الشخصيه بترجع، لكن الشيء في المنهج ما بيتعالج. ولذلك الشيء في دعوه نزار هاشم ده دي ما دعوه بتمشي لقدام. وعموما بهذا غايته انا ما من العلماء اللي بيوصوا عشان اقول اوصي الناس ولا ارشد الناس، لكن انا ارجو من الله عز وجل انه ربنا يكشف امر للعلماء وهم يردوا عليه وهم يبينوا حاله، وضوا حال الناس عديل، بعد ذاك تاني الدار يباريو بطريقته، والدار الهوى اللي يمشي على الهوى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.